ام خالد وخالد ليه دنيا الواحد بيقرب والناس معاه واول ما بنهرب من الماضيين. ايه الفرق بين احمد فهمي وكريم فهمي غير الفرق اللي كل الناس عارفاه؟ هو انا اسامه منير بكل الحنيه. طب انت ادخل لابسه ايه النهارده؟ ايوه انا احسن من احمد عز. بسيط. ليه لما كل دخلت باللبس ده عيب كده دلوقتي الناس كلها عينيهم سألوك فيه، عينيهم فيه، كله عايز عينيهم ياخده. فيه وانت رديت قلت لهم ايه؟ قلت لهم عندي كتير قوي في البيت. عندي عندي أصفر؟ واحد اصفر قسما بالله حكايه. جايبه منين؟ جايبه من على النت، بس المفروض الحته دي كانت تبقى ابيض، ضحكوا عليا جابوها لي سودا، مش مشكله بقى. طب ما ابيض مع الابيض فوقت ازاي؟ كانت هتبقى تحفه، هتبقى شبه البقره بالظبط. بقى. اسالك سؤال مش متوقع شويه. اتفضل. ليه بسيط؟ ده اسم جدي، اسم والله جدي العظيم. بسيط. يعني انا اسمي مصطفى حمدي بسيط. طب وانا لو حابب اوصفك ازاي لو انت بني ادم اقول ايه؟ رخم بقى، اقول اي حاجه. رخم بسيط؟ اقول اي حاجه غير بسيط، بس هو بسيط ده اكتر حاجه موجوده يعني. تعال نغش من الورق ده. غش يا بيه، انت مبرشم. شربت نسكافيه وقعت فينا موسى يا ريس، ده عادي غير مش النسكافيه. مهم، المهم اللي جوه باين. ايه المكالمه او الميعاد اللي بسيط مستنيه يغير حياته؟ مكالمه او ميعاد مستنيه غير حياتي؟ لا ده حاجات كتير قوي، مكالمات إزاي؟ كتير قوي. مكالمه ايه اللي لو جات لبسيط النهارده اقول اخيرا يا رب بقى؟ لو مكالمة جواز هتبقى يا رب بقى. انا إيه لسه مكالمة ما جواز اتجوزتش دي يعني لسه ما اتجوزتش يعني. طب ايه مكالمه لو جواز دي؟ حبيت يعني، انت مالك؟ مش احنا قاعدين عادي مفيش حد غريب؟ فلو حبيت يا اما سيدي. مكالمه جواز دي اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص بقى مكالمة حلوة بعدها جواز بقى، أوكي، فارتباط قرار بقى. بقى اللي هو لحد يلا. دلوقتي ما اتجوزتش؟ لا ما اتجوزتش. طب ما حبيتش؟ حبيت قبل كده وانا في تانية، مش عارف تانية ابتدائي ولا حاجة. حبيت والله العظيم. حبيت في تانية ابتدائي؟ والله العظيم حبيت قوي واتأثرت، كانت بنضارة وحشة جدا. مصحف بس يبقى انت اتأثرت. لما كبرت اقول لك على فهمت. حاجه كمان، كان اسمها مارينا، ما اعرفش ليه، اللي هي ما فيش حاجه تنفع خالص في الموضوع. ما شاء الله يا حبيبي. بس حبيتها جدا. تفتكر المشكله عند مين دلوقتي؟ عندي اكيد. نعم. مارينا بسم الله ما حبيته شاء الله، معاها مارينا 4 أطفال وتانية دلوقتي. ابتدائي. معاها 4 أطفال دلوقتي، الله اكبر. تعرف تقلد لي الايموشنز المشهوره بتاعت الفيسبوك؟ لا يا باشا استناني. عايز ايه؟ قول لي عايز هو ايه يعمل دي؟ لي كده وعينيه وجعاه. عايز انا دي هوريك ولا عايز الايموشن إيه؟ وانت قول لي. ده ايه؟ يعني اعمل لي اللي هو بتاع القلبين الايموشن ده هيطلع على الشاشه وهنقارن. بتاع القلبين؟ طب بص الكاميرا بتاعك واعمل لي ابو قلبين اللي هو طاير من الفرحه ده. طب اللي بيغمز حمدي الوزير، اللي بيضحك وطالع لسانه على الجنب يا اسطى. على الجنب. طب اعمل لي الايموشن السنتيح اللي هو الناس بتبعته لك، اللي هو ما تفهمش ده ابتسامه ولا. هو بيديك بس حته كده. اعمل الانجري. انت مدخلنا في قصص كتيره قوي. هسألك. اعمل الوردة، مثل الألف. يعني اعمل لي حرف الف. لما تعمل لي حرف الف. هسألك شوية أسئلة جاوب عليها بس من غير ما تقول لي أو لأ. ماشي؟ ماشي. يعني جاوب أي إجابة من غير ما تقول لي أو لأ. اوكي، يعني لو قلت لك ماشي اوكي. بس ما تتذكاش وتقعد تقول لي ماشي 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 ماشي. ماشي اوكي. بتكره مسرح مصر؟ استحالة. رصيدك في البنك يخليك مليونير؟ خالص. رنا رئيس عرضت عليك الارتباط قبل كده؟ نفسي. حبيبتي طبعا. بتمشي بسلاح؟ احيانا. دي إجابة توديك في داهية دي. احيانا، لا مش مشكلة يعني، حاجات عادية. الحاج أحمد السبكي بيقبضك بالدولار؟ ولا بالمصري. والله. ماشي. طيب هقول لك على شويه في ناس انت بتحبهم جدا، تعال نحطهم في ظروف مختلفه وتقول لي هيتصرفوا ازاي. اوكي ماشي. ماشي. استاذ اشرف عبد الباقي لو بيدق هون صباح حفيده وبيديله النصايح اللي يعملها لما يكبر وبتاع. بص يا ابني، واحده واحده كده عشان طباعك ما يتكسرش. اول حاجه ما هتحط طباعك تحت الهون يا ابني. يا ابني حرام عليك يا ابني. بس أس فاز بلقب ملك جمال العالم وهيطلع يقول كلمه للناس دلوقتي. يقول لك ايوه انا احسن من احمد عز. والله العظيم عنده مشكله مع احمد عز في الحته دي اللي هو ما ينفعش اصلا كلنا نخش معاه في اي مقارنات. بس هو بيقارن نفسه دايما بالحاجات المستحيله. ايوه بس انا بحب ان أس شايف نفسه غير ما كلنا شايفين.
هو جان في ايه؟ في الخيال؟ في احساسه باللي حواليه، في تعامله، في لبسه، في يعني فاهم، هو من جواه جان. انت بقى تشوفه ازاي دي مش قصته هو يعني، مش قصته فاهم؟ خالص، بس هو هو انا معجب بشخصيته جدا. معجب بأسقس. جدا. عشان كده انت مش مرتبط لحد. والله العظيم هايل يعني، بعشقه. علي ربيع عايز يدخل مراسي، وهو مش ما عندوش حاجه جوه، وعايز يقنعهم ان هو يعرف ناس من الاونرز وبتاع. عايز هي اقول له، اونرز ولا اونر ولا؟ ما لا علينا. بص بقى، يعرف حد من الملاك ومشيها. ايوه، يعني فاهم، لا يعرف حد من الملاك. ايوه يعرف حد ولا من... احرجك ولا احرجني. اه بالظبط، ما تدخلناش في تفاصيل. ماشي، علي هيقنعهم ازاي؟ يعني علي لو داخل مثلا على امن يقول له: ايه يا عم انت، ايه في ايه، دخلني. ما انت ما عليكش حد جوه. ماليش دعوه، انا عايز اخش. فين الباركود؟ ما لا باركود بلا باربود، انا هخش يعني فاهم. هو علي هياخدها خناقه شويه. في قبل البرنامج بنبعت على البيج بتاعتنا، بنقول للناس اللي عندها مشاكل عاطفيه يبعت لنا عشان احنا نحلها. اه ولما قلنا لهم ان مصطفى بسيط معانا، في ناس كتير قالت يا اخيرا. يا بس ده حلال العقد ده. ايوه قالوا لك بس ده عملنا يلا شربان. يلا نعمل كده. ماشي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا علي؟ وليد ابو المجد معاك، عيب كده. اخويا. عامل ايه؟ معايا النجم مسرح مصر مصطفى بسيط. مين؟ مين ايه؟ لا ما تركبناش الغلط. ده حبيبي، ده حبيبي، ده بتاع ايه؟ بيعمل ايه؟ لا بقول لك ايه، بقول لك ايه، هقولها لك تاني وافرح قوي اول ما اقول الاسم. ماشي. وانا عامل نفسي ما سمعتش المره الاولانيه. يا علي معانا، يا علي معانا نجم مسرح مصر مصطفى بسيط. يا لهوي ايه؟ خلاص. اوفر قوي، اوفر قوي، صح، اوفر قوي يا جماعه. اه، باين طب إن انت هو عارف مسرح بيمثل مصر؟ قوي. انت عارف مسرح مصر اصلا؟ لا. ما بقول لك، طب خلاص، عارف طب ما مسرح تقفل سوريا مع علي، طيب؟ ما تقفل مع علي. خلاص يعني، تعالى نجيب اي حد تاني، هكلم انا امي. اه بيهزر، بيروش بيروش. طب حبيبي بص، انا روش معاك. حبيبي بص. حبيب قلبي. اصل انا روش ايه ده؟ هتعرف شويه يعني. ايه الصراحه دي يا اسطى؟ بقول لك ايه مشكلتك العاطفيه؟ مصطفى بسيط ما شاء الله الله اكبر، ياما دمر علاقات. لا انا ما اتدمرت والله وليد. ايه اخر حاجه اتدمرت فيها واحنا نحلها لك دلوقتي؟ والله يا صاحبي اخر حاجه. انت فاتح دفتر ولا حاجه؟ دي اخر حاجه يعني، فاهم، هو معاه كذا حاجه. انا عايز، انا دشملت خالص. قول يا صاحبي. اخر حاجه والله اتعرفنا، الدنيا كانت جميله، وقالت لي بحبك، وقلت لها بحبك، وهتكلم ماما امتى وبتاع. جت في النص كده قالت لي انا عايز اصلي صلاه استخاره وبتاع. حقها. انا عايز ايه؟ صلي صلاه استخاره. تمام. بس صلي صلاه استخاره واتخطبت خلاص. ربنا كرمها يعني، الحمد لله. طب ده ربنا يا ابني. كانت بتصلي اعتقد عشان تعزمه ولا ما تعزموش؟ هي غفلتني بقى يعني، انا الظاهر ان انا فهمت غلط. طب صلي صلاه استخاره عشان واحد تاني، واحد تاني. طب ما انا عايز اقول لك ان ده ربنا رايد لها خير يعني، فانت هتقف الحمد قدام. لله. الحمد صح؟ لله انها اتخطبت. الحمد لله الحمد لله. ماشي يا علي، نورتنا في عيب كده يا علي. حبيبي الله يبارك. يلا يا حبيبي، انت بعد كده ما تاخدش واحده مسلمه. بسيط. ايه الصفه اللي نفسك تاخدها من البنت؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه الصفه اللي ممكن اخدها من بنت؟ البنات اكيد فيها حاجات حلوه كتير. ايه كتير. ياه، النكد مثلا، ناخد الصفه دي قوي. يا ابن اللعيبه. انا ما اعرفش ابقى نكدي ابدا، ما اعرفش اتعايش. فانت عايز انت عارف، انت ضربت عصفورين بحجر في ليه؟ لان انت ممكن تعملها انت بقى، انت اللي تنكد، يا لهوي أوكي. تبقى عسل. انت كده قلت ان هم نكديين، في أيوة، نفس الوقت قلت تاخد الصفه عشان مش عندي. يعني مش كلهم نكديين بقى، ما عشان نظبطها بقى هنا. في منهم عسل وجميل وكيوت وكل حاجه. بس انت بتقول لي ايه الصفه؟ الصفه مش ان اعرف انكد على اللي قدامي وابقى جامد. عادي، مفيش انت حاجه. محتاج ده، حاسس ان ده ناقصك جدا. يا حبيبي. والله. ما تصلي استخاره. عشان تتخطب لغيري. طب احنا جالنا رسائل برضو. انت كل حاجه بتجيلك من هنا، ها؟ الرسايل والاسئله. كل حاجه بتجيلك من الحته دي، صح؟ بص، في واحده بعتت رساله بتقول انا عاوز اقتل حماتي او اسمها، بجد مش بهزر، عشان بتسخن جوزي عليا. انا ضربتها على بقها بالشبشب الاسبوع اللي فات. مين اللي ضربت مين؟ هي ضربت حماتها؟ ضربت حماتها بسم الله ما شاء الله. على بقها بالشبشب الاسبوع اللي فات. وجوزي مصمم يطلقني، ساعدني اعمل ايه؟ انا اساعد جوزك يطلقك. مش هساعدك انت. ما هي عندها مبرر درامي، ايه بتقول لك المبرر ان هي الدرامي؟ بتسخن جوزها عليها.
ما هي عادي بقى، هو جوزها كنافه يعني، ما جوزها راجل برضو ما يسخنش بقى، يعني هي تظبطها بقى. هي ما تاخدش موقف هي لو واحد. مريحاه في بيته، خد أيوة. بقى كلام بقى اديني. الحلو بقى. اديني. هي لو مريحاه في بيته وشايفه واجباتها وشايفه حاجاتها، مش هتسخنها على جوزها. الله. يعني الحما صح. كده كده اي ام صح. ام يا جوزها يا ابني. انت ترضى حد يجي على ما مامتك؟ انا انت ترضى أنا حد ما يجي على أنت- مامتك؟ رد عليا، لا ترضاها؟ طيب أديها هتديها على بقها؟ على بوزها في الشبش. واحد بيقول انا نفسي ارجع للاكس بتاعتي بس هي خانتني 5 مرات وانا كنت 3 بس؟ مرات. بس يعني هي 5 هو مرات 5 وهو وهو 3. 3. طب 8 فاضل لهم. اضرب على الاتنين. لا ربنا يكرمهم يعني، كل واحد كده طب ما ياخد له يوزنوا. مرتين كمان ايوه. ونرجعهم يتوه. لبعض. نرجعهم لبعض. طب هقول لك اقوال مقصوره اوكي. وتقولي المقوله دي بتنطبق على ايه في حياتك. مش فاهم بس تمام. ماشي. لما نقولها يعني تمام يلا. في اغنيه بتقول هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ هو احنا لسه عملنا حاجه؟ تقولها لمين؟ عامة في الحياة يعني، واقولها في مسيرتي الفنية. ليه؟ شفت الذكاء؟ شغل دماغك. وانتوا شايف؟ لسه شفتوا حاجة؟ ايوه. واحنا لسه عملنا حاجة؟ ده انت احنا عارف؟ لسه بنبدأ. حسيت ان محمد رضا اللحظه حضر في ايوه بالظبط، لسه بدأ. طيب صح كده، انا جاوبت صح؟ انت صح. يعني انا كده ايوه فاهم انت السؤال فاهم أصلاً. السؤال جدا. اوكي. انت عارف مين اللي غنى الاغنيه دي؟ النوال اللي غنت مخصماك. هو انتوا لسه أيوة. شفتوا حاجة؟ ايوه برافو عليك. ده ما من لحنها ده. واحنا لسه عملنا حاجة لسه. ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق. ايوه عندما طبعا، يأتي يعني المساء. الفنانة القديرة الأستاذة روبي. ايه؟ ما تيجي حبة انا مش بقول لك مين اللي بيغني الاغنيه امال دي. ايه؟ السؤال بقى، ايه السؤال؟ تنطبق على مين؟ تقول لي مين كده. ما تيجي حبة نستخبى من البشر من عذاب. ممكن انا واحد صاحبي مثلا بنشرب سجاير في حته، فما تيجي حبة نستخبى من البشر. لا انا محتاج اكمل لك الاغنيه عشان إيه؟ موضوع واحد صاحبي ده. لا طب كمل كده. ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق عندما يأتي المساء. ما كل ده تطفي نار الاشتياق، تطفي السيجاره. ما انت مشتاق للسيجاره بقالك حبه ما ماشي شربتش. بس اصل انت انت في مطار دلوقتي انت- ومفيش مكان تشرب فيه سجاير، فتقول لصاحبي ما تيجي حبه نستخبى من البشر. انت درامتها غيرتها في ثانيه. بس وديتك لوكيشن، وديتك مطار، فاهم؟ شفت ما فيجوال. حصرناش الموضوع، شفت فيجوال ما حصرناش الموضوع في اوضه والكلام ده، وشقة فاهم؟ زي وسيت كوم. النقابه، زي النقابه. انا مش مصطفى كامل، انا مصطفى بسيط. ماليش دعوه. في حياتنا ناس هم الاساس طبعا. ثابتين معانا مهما يهين. طبعا. مين في حياه مصطفى بسيط؟ امي واخواتي أوكي. طبعا، وعيلتي، وبعد كده طبعا صحابي. جامد. بس خلاص. قول لي 3 من اسم صحابك. 3. حاسس كده. مصطفى خاطر، محمد امام، لا كتير قوي والله، كتير مش هقدر محمد انور وتوته وأوس وكتير. حلو جدا. وتوب. توب. صاحبي ووهبه، لا كتير. انا عايز بمناسبه توب عايز احكي لك. وفؤاد واخويا، لا كتير قوي والله، اصحابي كتير الحمد لله. بتحس ان دول في حياتك فارقين جدا. ما ينفعش تستغنى عنهم ولا حياتك تبقى من غيرهم. حبايبي يعني، بحبهم يعني. بمناسبه توب كنت رايح معرض عربيات اتكلم على العربيه فلقيتهم معلقين صوره توب في المعرض. اوكي. حلو. انا قلت ايه ده نوع عربيه جديد. ليه معلقين صوره توب في المعرض؟ فبقول لهم هو انتوا ليه معلقين؟ قالوا لي لا ده الاستاذ توب ده جه عندنا وخد عربيه كذا. قالوا لي موديل العربيات اللي انت بتسمع اسمها كده بتحس ان انت ايه مكبل بالديون. اوكي. هو لو انا مش هيبقى اكيد مش توب. هبقى متاكد ان الصوره دي جت هنا غلط. انا عملت ايه بقى؟ كلمت توب. اه هم بيقنعوني بقى ان الدنيا واستاذ توب جه هنا وبتاع. فكلمت توب قلت له يا توب بقول لك انا في معرض عربيات كذا. قال لي حراميه يا اولاد وخلوني اصور فيديو غصب عني وعلقوا صورتي في البتاع الناس فاكراني حرام. انا اصلا مش معايا عربيه. انا ما رضيتش اكمل بقى الحاجات المكالمه. لا توب حبيبي، ده انا بحبه جدا من اطيب خلق الله. لا جميل. عيني على الكاريزما عيني على الثبات قاعد هنا مسمع هناك. انا مسيرتي الفن. انا مسيرتي الفنيه. ماشي. هنلعب لعبه عروستي. ماشي هسألك سؤال ماشي. وانت هتسألني سؤال. حلو قوي. ايه اللي ملكك بس كل الناس بتستخدمه؟ اللي ملكي بس كل الناس بتستخدمه رقمي.
رقم تليفون غلط. ايه غلط. ايه خد بالك لو معرفتش في إيه حكم هتنفذه. ليه؟ طب ما ينفع رقم ملكي صح يا جماعه ولا ايه؟ ما حد ينفع يا باشا ما رقم. تعملوش كده بعد اذنك، يا اما والله تيجي تقعد العظيم مكان. الراجل ده عمل كده لان انا اجاباتي مختلفه صح غير الناس اللي جت. حد قال رقمي دي قبل كده؟ لا بس رقمي ملكي وكل هي الاجابه، الاجابه اسمي ماشي تمام. بس تصدق رقمه ينفع برضه. بس رقمي تنفع. اعداد. زود هنا، شوف بقى الافكار، شوف الدماغ. ايه افضل طريقه تلاقي بيها الحاجه اللي ضايعه منك؟ على حسب ايه هي الحاجه. ما لو تليفوني هرن عليه. جميل قوي اللي يقول ما اعرفش هتجود. ليه؟ عيب كده. ليه ما هي يعني ايه؟ ما هو على ده حسب سؤال. الحاجه. اروح اضيع منك موبايل واقول لك وريني الموبايل؟ هجيبه، هرن له هجيبه. لو ايفون هجيبه لا يا برضه. بسيط، لا طيب بسيط، مش دي عايز دي الإجابة. يعني. طب مش عايز دي، انا عايز مش عايز الإجابة. مش عايز اجابات ذكيه يعني. انا مالنا مال الاجابات الذكيه؟ يا ابني اللي جابنا في الحته دي يا ابني. حاجه لو ضاعت منك هجيبها ايه ازاي؟ افضل طريقه تلاقي بيها الحاجه اللي ضاعت منك؟ هدور عليه برافو. يعني. ايه ده بالسهوله دي؟ صح. ايه الحاجتين اللي مستحيل تاكلهم في الفطار؟ على الفطار مستحيل اكلهم على الفطار. اي حاجه فيها فراخ او لحمه او الحاجات دي. تفتكر اللي حط السؤال ده يعني؟ ما ممكن يكون حاططني في فندق، فالفندق فيه فراخ ولحمه وفيه كاري وفيه حاجات كتيره. ده هم حاجتين في الفطار مستحيل يكونوا موجودين، الغداء والعشاء. لا 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 لا, لا. احنا فينا من كده. طب ايه الشيء اللي بيطلع وعمره ما ينزل ابدا؟ الدولار. انا متوقع الاجابه دي بس هو مش الدولار. الذهب. هو كده. تيجي نعكس السؤال. ايه هو- الشيء اللي بينزل وعمره ما يطلع ابدا؟ الجنيه. انا ما قلتش هو اللي قال أيوة. عشان تبقوا عارفين. طب ما انت جريتني، أنا ماليش دعوه. انت وسوست. انا قلت حاجه. استجبت. ما قلتش حاجه أنت والله. الشيطان. انا ما قلتش حاجه. انا الشيطان بس ما قلتش. اعوذ بالله منك يا عم. عمرك. سن يعني؟ الاجابه سنك. سن انا؟ اه مش أوكي. سن بسيط تحديدا. انا بحسب عايز سننا. تعرف سني. سننا. اوكي. تخيل انك في غرفه مليانه ميه جابت اخرها وانت فيها ولازم تخرج حالا، بس مفيش ولا باب ولا شباك. غرفه. تخيل انك في غرفه مليانه ميه على الاخر وعايز تخرج حالا ومفيش ولا باب ولا شباك. فيها سقف. ايه اللي ممكن ينجيك؟ فيها سقف طبعا. فيها سقف مقفوله يعني. ايوه طبعا. ما نشملها للسما. غرفه ما فيهاش ولا باب ولا شباك. اكيد فيها اي حاجه تانية بتخرج يعني. ما لا. فيهاش اي حاجه مقفوله لازم خالص. تتخيل ان في غرفه فيها ميه للاخر ومفيش ولا شباك ولا باب. مفيهاش ولا شباك ولا باب. الحل تبطل تتخيل. يا اخوانا ده يا اخوانا انتوا جايبيننا تهزقونا ولا ايه؟ ماشي. انت ما عرفتش يعني انا هركز بعد كده في الموضوع ولا هركز في الجمل اللي انت بتقولها عشان تخيل هي هو ما عرفش كام اجابه لحد دلوقتي. هي دي اول واحده ما يعرفهاش بصراحه، صح؟ حتى انت قلت على انا ذكي جدا. حتى بتاع الدولار كانت احلى من الاجابه الاصليه اصلا. صح؟ انا مسامحك عليها. احلى من السن. والله. لان بس دي الحقيقيه عن السن. دي الحقيقيه بس السن ممكن ينزل. والله العظيم. لو حلقت ده لو عادي لو حلقت صبغت عملت من الحاجات دي يقول لك ايه ده سنك صغر. هتسحب ورقه. انت عايزني اسحب ورقه؟ اسحب ورقه. ورقه واحده بس. اسحب ورقتين يعني. قول لي بيت شعر من تاليفك. اقول لك بيت شعر كتبته زمان قوي. ايه ده بتهزر؟ والله. وبيت شعر طبعا بايظ يعني فاهم. عشان نبقى هو ما فيهوش كوميديا ماشي، بس كانت ساعتها حالتي النفسيه متأثر. ده في تانية ابتدائي وقت ما كنت لا مش تانية ابتدائي بقى، ده مش تالتة اعدادي. لا ده ممكن يكون اولى جامعه مثلا ولا لو حاجة. انت عاقل يعني. لا كنت بحاول اعمل حاجه غلط. هي قصه مشاعر عشان تفهمها، بس لازم اشرح لك الموضوع. مشاعر انت ما تفهمهاش انا ولا انا. انا عايزك ولا انت الجمهور تفهمها. بس انا هقولها لك. بص كنت بقول ايه؟ وكأن على قلبي حجر الأهرام يتزحزح رويدا رويدا من فوق صدري، فسألت نفسي، طبعا اللغة العربية بايظة، فسألت نفسي لما كان السكات، فأجابت أكان أبو الهول يتكلمي، فسكتت عيوني و هات البتاع دي. خد. احنا هنسحب ورقة السؤال ده يترمي هنا. ما يجيش هنا تاني ليا انا بالذات. ماشي يا بسيط. ماشي مشيها بقى خلاص.
ده انا قلت لك حاجه دي ما بتطلعش قسما أنا- بالله، دي ما أنا- بتطلعش لحد ما انا على فكرة. عارف ما انا عارف بيت الشعر ده ما طلعش لحد انت اكتر خالص، حاجة- ولا امي حتى، يعني حد سمعه عشان انت بتحب مامتك لكن لا، ما بتحبناش انت، فقلت قلت بقى خلاص، اصل ايه فك اكتر من كده قاعد هقول بقى وخلاص. اسمه ايه البتاع ده؟ بتاع والله ما اعرف، لا بالله انا عليك. شفته على النت والله العظيم. كان اشتريته. اسمه، كانوا بيقولوا يا جماعه اشتروا ده، انا عايز اروح اشتريه، اطلب ايه؟ ممكن والله ما عارف، يعني هجيب لك نص انا واحد جلابية؟ والله هجيب لك وهجيب لي الناس اللي بامانه وحياه كلها ربنا. والله حاضر. انت عندك واحد اصفر في البيت، اديني عندي ده. واحد اصفر بس انت لو اديتني ده اعتقد مش هيبقى مقاسي، لا هو كده كده هو وان سايز، يعني كده كده هيجي لك كبير عشان برضه. هو اصلا الاوفر سايز بتاعه حلو. المفروض الصح بتاعه ما نقعد من غير تزعلنيش. بنطلون. ما ت- ده الصح بتاعه نقعد بيه كده فاهم، من غير بنطلون. طب ايه اللي منعك؟ تفيت اخوك حد كلمك؟ والله في عندك ناس كده في ناس بتصور يا عم. مين الناس اللي بتصور عندك دي ولا مش عارفهم والله، لو عليك انت اوكي. اوكي. ايه الفرق بين احمد فهمي وكريم فهمي غير الفرق اللي كل الناس عارفاه؟ الاتنين زي العسل والاتنين، بس احمد فهمي كاركتر غير كريم خالص. يعني كريم اهدى. لا جان. لا هو بص، هو فهمي وكريم الاتنين زي العسل الصراحة، بس فهمي شعبي شويه، تحس ان هو فهمي اللي هو احمد فهمي، اللي هو احمد تمام؟ فهمي. لأن انا هما فهمت الاتنين كده. انا فهمت كده. تحس ان هو ابن بلد قوي. اوكي. كريم كاريزماتيك كده، تحس فيه انا بحس ان انا واقف جنب كريم ان انا محرج. بالظبط. تقوليش من إيه؟ ما تقوليش يعني من فاهم إيه؟ في حاجه غلط، انت فيك حاجه غلط. احمد عادي. انت مش عارف انت فيك ايه، بس أيوه. انت فيك حاجه ايه، انت محتاج حاسس تعتذر. ان انت في حاجه ناقصه. محتاج تعتمد على نفسك شويه، تشتغل على نفسك شويه. اوكي. فهمي شعبي، اه شعبي فهمي يخش القلب على طول يعني. ده كده كده الاثنين والله العظيم. لا الاثنين ولاد طبعا بلد فاهم؟ الاثنين وعمرهم ما خبوا حاجه في اي حوار بشوفهم بيتكلموا عادي، بطبيعتهم بيقولوا اي حاجه مفيش أي- انا بحب صراحتهم كمان، هم صراحه الاثنين صراحه، وانا احب البني ادم الصريح، اوكي. يعني احب اللي يجي لك على طول. هقول لك على فيلم انت عارفه كل الناس عارفاه، اوكي وتوزع لي ادواره تاني اوكي على فرقه مسرح مصر، اوكي. الارهاب والكباب. يا نهاري انت عارف انت مكان مين دلوقتي؟ يا نهاري اتفضل. يا نهاري. الارهاب والكباب على فرقه مسرح مصر، اه يا لهوي. دي باظت. عايزين ندمر تاريخ. احنا اسفين جدا طبعا آسفين لكل جداً. الاساتذه اللي اشتغلوا في الفيلم، احنا اسفين جدا من مجرد جداً تناول جداً. الفكره. بس يلا. ترشيحات غريبه شويه. اوكي. ماشي. خاطر يبقى الاستاذ احمد راتب عامل احمد الجزم. راتب، محمد انور ممكن، او اسس، يعني يا محمد انور يا اسس، بس ممكن نخليه محمد انور دلوقتي، اسس هنحتاجه في الراجل هنحتاج ابو دقن ده والحاجات دي. استاذ احمد عقل طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. ممكن يبقى اسس اللي هو بيصلي ده، اوكي. هيبقى عسل قوي. طب استاذه انعام سلوسه. استاذه انعام هنجيبها ممكن لو عايز تهرب شويه من مسرح مصر شويه، اوكي لو عطلت. في حد انا بحبه قوي، وهي للاسف ربنا يرحمها الفتره الاخيره، بس انا مش متذكر الاسم قوي، اللي هي كانت في بنك الحظ عامله والده ثروت. يا حبيبتي دي قمر كانت الامارات. ممثله هايله، الله يرحمها. هايله الله يرحمها. ايوه انا اسف جدا ان انا مش متذكر الاسم، الله يرحمها. فممكن هي اللي تبقى موجوده. جد ماجدة زكي مرات الاستاذ ويزو. اوكي. هي ويزو جدا. تبقى حلوه قوي. مشهد البطاطين. حلوه قوي قوي، مشهد البطين ده يطلع حلو قوي من ويزو. مين تاني؟ استاذ علاء ولي الدين الله يرحمه. المنطقي ان احنا نقول هنا مثلا توتة، او بس انا لا، ما انا شايف توتة ممثل جامد جدا يعني، فاهم؟ مش شرط عشان المليان يبقى هنا. لا انا فاهم ده. توتة هنا فاهم. لا يعني توتة ممكن يلعب كل الادوار اللي فاتت دي برضه عادي، بس لو في دور تاني هنسكن يعني فاهم. عشان بس ما يزعل، يعني ما يقولكش انت حاطيني عشان مليان هنا، حاطيني هنا. لا ده توتة اثبت حاجات تانية كتير ما شاء الله عليه. ممكن نشوف ايه مثلا. انت ناسي حد مهم؟ مين؟ استاذ اشرف. لا استاذ اشرف بقى يلعب استاذ اشرف. لا هو استاذ اشرف هيطلع دور بقى. استاذ اشرف الوحيد اللي كان في الفيلم، هو اصلا استاذ اشرف مش هيجي معانا في التركيبه دي، عشان هيقول لنا انت هتبهدلوا الدنيا وهتبوظوا الفيلم. لا استاذ انا بعشق استاذ اشرف. لا حبيبي واستاذي يعني فاهم، عشره عمر كمان. ايه المرحله اللي عملها، النقله اللي عملها والوقفه اللي عملها معاكوا؟ انا اصل انا حاضر من بدري، من ايام خاص جدا ومتابع جدا، وعايز اقول لك بكل صراحه، يعني في ناس صحابي جدا من الفريق، حمدي وانور وعارف اسس وربيع وكريم من بدري من الجامعه وعارفين،
فلما شفت البرنامج انا حابب من بدري، من قبل الشهره، من قبل مم. البومينج اللي حصل، مم. فانا متابع اوكي لحد ما جه حمدي بدا يقول لي على المسرحيات بتاعه جامعه مصر اوكي تياترو. تياترو، وكنت بروح قبل لسه العرض التلفزيوني وقبل ما شاء الله النجاح اللي حصل. اوكي وكل ده استاذ اشرف في الصداره. ده حقيقي. محدش بيجتهد دلوقتي ان هو بص انا وجهة نظري بقى كلمتين جد كده في حق الراجل يعني. وجهة نظري الشخصية ان في ممثلين كتير وفي ابطال كتير، بس مصطلح نجم ده ما بيتقالش على اي حد. عظيم. يعني مثلا لما تيجي تتكلم على استاذ اشرف واحنا بنشتغل، لو احنا بروفا 6 هو موجود من 5. ده من قبل كمان مسرح مصر. يعني انا حتى اشتغلت مع استاذ اشرف مساعد مخرج راجل وست ستات، يعني انا اللي عامل راجل وست ستات مساعد اخراج اشتغلت 6 سنين مساعد مخرج قبل ما اخش خلاص الاحتراف. فلا الراجل ده بيساعد الناس بطريقه مش طبيعيه. يعني هو في اللوكيشن مفيش حاجه بقى اصل ده جاي عيل صغير فهيقول افيه فعايزني انا افرش له، مفيش القصه دي من زمن الزمن. عادي يعني وانا لسه بتدرب حتى معاه وانا لسه بشتغل في المساعد شفته بيعمل ده مع سامح مثلا، مع كل الناس مش سامح بس. يعني انت ممكن تقول سامح دور معاه في المسلسل او مش عارف مين دور معاه في المسلسل، لكن لا، لما تبقى النجم نفسه بيدور على مين الممثل اللي موجود معاه النهارده مثلا، وليكن وليد اول مره يروح فنازل في مشهد، وليد نازل في مشهد اوكي تمام، فبيجي قبل المشهد فين وليد، فيجي وليد ازيك يا وليد ويفك ويهرج معاه شويه وتشرب ايه وما تشربش ايه ويفكه جدا جدا. عندك حاجه عايز تقولها، الله مجهز حاجه عايز ترميها عايز تقولها، فلو وليد عنده حاجه وحاجه حلوه هيقولها، لو عنده حاجه نص نص هيظبطها له، لو ما عندوش حاجه هيديله حاجه يقولها. فاهم يعني؟ ده انا بكلمك في مستويات اللي هو جاي يعمل مشهد ومشهدين وبتاع. عشان كده هتلاقي معظم الجيل اللي موجود هتلاقيه اشتغل في راجل وست ستات، وكله ما اشتغلش مره، اشتغل مره واثنين وثلاثه، لانه بيروح هو بيشوفه كويس فبيديله تاني لا يعني فكره النجم دي ان هو مثلا يبقى مسيطر على 18 شخص، وكلنا خد بالك كلنا اطباع مختلفه وكلنا طموحات مختلفه وكلنا سكك مختلفه وحاجات كتير قوي. هو اللي مخليه مسيطر كده هو ان هو فوق الكلام ده كله. طب انا اقول لك على حاجه من الكلام اللي انت بتقوله، بحس ان هي حاجه بتاعت ربنا قوي. يعني استاذ اشرف بيتعرض له الفتره دي جوله اخيره، طبعا كميه حب طبعا وطاقه. طبعا استاذ اشرف وقفت عنده وكأن مثلا الراجل ده مهما عدى الوقت لا لسه في سوكسيه هيتاخد له، لسه في شابوهات مستنيه. ده حقيقي استاذ اشرف ده حقيقي. يعني مثلا حتى النجم احمد السقا عمل حركه عظيمه جدا، ناس كتير قوي كانت بتشكر في استاذ اشرف في الدور، وعامله سكرين شوت لكل الحاجات دي، سكرين شوت لكل الحاجات لقيناه احمد السقا مشيرها عنده على الانستجرام يعني برضو انه في نجوم ما بتعملش ده. لا ما هو ده اللي انا بكلم، النجوم ما بيفرقش معاهم مين اللي واخد السوكسيه. اوكي هو كده كده نجم. يعني استاذ اشرف كده كده نجم، استاذ احمد السقا كده كده نجم. اوكي لما نيجي نتكلم مثلا مسرح مصر، احنا لما جينا نشتغل الناس كانت بتقول له يعني انت بتهرج، يعني ايه تغامر بنفسك وتروح بشباب تفتح بيهم مسرح وتيكت وقدامنا على فكره. يعني في نجوم كبار كانوا بيقولوا الكلام ده قدامنا لان عادي يعني كنا عيال صغيره. قال له هو انت مجنون في حد يعمل كده؟ والحمد لله هو شخص، وانا بحب الاشخاص دي اللي لما بيبقى مآمن بفكره هينجح بغض النظر العوامل اللي حواليه عامله ازاي، هو حاسس ان هو صح فبينجح. طب انت قلت حاجه مهمه ليها علاقه مش مهم الفيلم يكون الناس شايفاه ناجح قد ما هو يكون كويس بالنسبه للراجل اللي عملها. يعني لان في حاجات النهارده نجاحها بيترجم لشباك تذاكر. لا انت موقفك ايه من القصه دي؟ لا مختلف جدا معاها. يعني انا بقى اكلمك عن شخصيتي انا بالنسبه لي انا اقدم حاجه مختلفه، اقدم شغل حلو، اقدم حاجه ابقى انا راضي عنها، مش شرط تجيب كام، دي جهه انتاجيه. يعني دي ترجع للمنتج، لكن اللي يرجع لك انت كممثل او كصانع عملت ايه جديد كويس، عملت ايه حلو، عملت ايه في تاريخك يتضاف لك. اوكي بس فالايرادات يعني مش شرط عشان الفيلم جاب ايرادات، هي بس عشان علامه لنجاح فهي بتتقاس. ما هي هنا كام وهنا كام. تجاريه، في افلام تجاريه ضحك على فكره وجميله ولذيذه وليها فئاتها وليها مجتمعها وليها كل حاجه، مش شرط ان هي تبقى وحشه يعني، فاهم؟ هي حلوه بس هي انت بقى كممثل راضي عنها ولا مش راضي عنها، هي دي الفكره. انت راضي عن الدور ده ولا عادي عملته كتير؟ طب ما نعمل المعادله بتاع اللي بيجيب فلوس والكويس. عارف لما تقول مثلا في مجال هاوي سلم هاوي سلم هاوي سلم هاوي سلم هاوي،
دي ف... أغنية؟ يعني انا النهارده لو دارس اخراج اكيد وانا شغال على الكاميرا او شغال عندي فكره عنك، اكيد صح ولا أنا غلطان؟ كده طيب كده. لو جيت انت بقى مثلا اتدربت معايا اخراج، مم. فانت هاوي واتعلمت مني وانا قوي، اوكي صح ولا انا غلطان؟ صح. ليه؟ لان انا اقدر اعلم يعني في عندك ودرست. عندي ان انا اعلمك كمان. أوكي. تمام. لكن لما انا كمان ما بقاش موجود، فانت اللي هيجي تحتيك لو هو هاوي برضه هيبقى انت يا دوبك بتديله الجزء اللي انت اتعلمته مني ايوه او فاهم. الحته اللي انت اتعلمتها مني، بالظبط. فاللي تحتيه هياخد منه الحته دي برضه. نفس الكلام. فكل واحد هتقل المعرفه بالنسبه له، المعرفه هتفضل تقل فتلاقي عندك حته صغيره على كل المستويات. انا ما بتكلمش في أوكي. اخراج او تاليف او كله. تمثيل، على كل المستويات، فتوصل في النهايه ان كله عادي يعني، فاهم؟ كله بقى شبه بعض. ما طلعتش الكواليتي ما طلعتش، المنشود لا يعني. ما طلعتش مبدع. عندك مبدعين كتير موجودين دلوقتي، فاهم؟ بس الفكره مش فيهم، الفكره في اللي هيطلع بعديهم. اوكي فاهم انا اقصد ايه؟ يعني الناس اللي بتتعلم لازم تتعلم ان هي مش مجرد ان انت عايز تشتغل، فاهم. لازم يبقى لك بصمه، يعني لازم يبقى لك تحرك على الارض ليك في لون، في ستايل. بالظبط. يعني اقول لك على حاجه انا بحبها جدا في مخرجين زمان. شباب دلوقتي مثلا مكسرين الدنيا، جامدين جدا مم. جدا وليهم بصمتهم. هي دي الفكره، هي انت المخرجين الجامدين بيبانوا، فاهم؟ بس انت ما نبقاش بنشتغل عشان الفلوس. اوكي. ما الفن ايه؟ فن ابداع. إيه؟ لازم تديني حاجه، يعني ما تضحكوش عليا كمتفرج، كدارس، كهاوي، كاي حاجه. ما تجيش تضحك عليا تقفل لي حاجه، ما صح. تقفليش حاجه. اوكي يعني فاهم؟ انا مش احنا دلوقتي مش في الفتره كمان بتاعت اللي هو يلا بينا نقفل ونشوف. احنا اصلا بنمر بظروف مليانه احداث ومليانه حواديت ومليانه حاجات نتكلم عنها. اوكي. انا مثلا لو هتيجي النهارده مثلا نتكلم عن فلسطين، احنا ليه بالنسبه لنا موضوع فلسطين ده موضوع حياه او موت؟ عشان اتربينا كده، اتربينا على كده، وشفنا في احنا السينما وفي مسلسلاتنا عشنا كمان احداث اللي هو ايه الفن بيقدم لك ده. وطني حبيبي الوطني صح، بيتقدم لك الحلم العربي وفي السينما، بيتقدم لك في السينما ان كلنا في واحد مسلسلات والقصص فانت وجدانك متشبع بده. فانت النهارده مش هتيجي تغيره غصب عنه مهما حصل، انت خلاص الموضوع بقى عندك راسخ، فاهم؟ حتى لو ايه بيحصل، فاهم؟ الموضوع خلاص انتهى. فده اللي اسسه ايه؟ مش ان انا عارف ايه اللي بيدور في فلسطين، انا ممكن ما ابقاش عارف بشكل كبير ايه اللي لا بيدور انت هناك. ناشئ كده اصلا، لكن انا اتربيت على كده. هي دي الفكره بقى، انت هتربي الناس اللي موجوده او الاطفال اللي موجوده كمان 30 سنه مثلا، ربيتهم على ايه؟ هي دي الفكره. ممكن واحد يقول لك مثلا مسرح مصر، ما هو مسرح مصر ما قدمش حاجه، بس احنا عمرنا ما غلطنا. انا بجيبها لك بصراحه، يعني احنا عندنا مثلا دين وجنس وسياسه ما بنتكلمش فيهم، فاهم؟ ما هي دي الاحداث، يعني هي دي اهم حاجه المفروض نتكلم فيها لو احنا بنربي وجدان، صح ولا انا غلطان؟ بس احنا مش عايزين ده عشان احنا الاسره، احنا بنتعامل مع اطفال. فاهم؟ لكن السينما ما بتتعاملش مع اطفال، الفيديو ما بيتعاملش مع اطفال. هي دي الفكره. فانت لازم يبقى لنا رؤيه للمستقبل، هنعمل ايه كمان 30 40 سنه. انت عارف انا عمال افتكر في ايه من شويه، عمال افتكر وانا سالت ايه وطني حبيبي خلينا نروح هنا. بقول لك انت قلت لك اتكلم جد، ما تفتحني بس. مصطفى بسيط قدامك فرصه تعمل عمليه تجميل وتبقى نجم من نجوم الجنات في، او لو انت عايز حاجه تانية يعني شوف انت تحب من نجوم البنات وتبقى نجم من نجوم البنات. ما بدكش اقولها بصراحه بس انت انا اقولها عادي. نجوم الجنات براد بيت. هي مش فرصه من ذهب يعني؟ لا ليه مش هي عمليه تجميل مكلفه شويه بس، وانت قلت لي سيبني الفرصه اصل دي بقى فاهم شعره وميك اب وعينينه كل حاجه واحد تاني يعني وجسمه وكل حاجه، ده خيال علمي. بس انا من جوه براد بيت في نفسي. بس تقول لي بس انا من جوه اسقس. لا انا من جوه براد بيت. خد درش على الهوا كده يا حبيب اخوك. في ايه انت يا ابني؟ في بيتي شوكولاته عشان ما حدش يفتكر حاجه. في بيتي انت اللي نيتك ما حدش هيفتكرها حاجه، هنفتكر الشوكولاته ايه؟ انا بلبسك يا حبيبي. ايوه كلب صاحبنا. الكلاب دي حلوه. كلاب حلوه. المايكات دي بتفكرك بايه؟ دي ليه يا دنيا الواحد بيقرب والناس معاه، واول ما بنهرب من المدينه بعد ده كله نعيب على الدنيا واحنا العيب مالينا. يو تي تين تي هي دي اشهر حاجه للمايكات دي. مصطفى ما شاء الله الله اكبر. المشكله العاطفيه الاخيره اللي انت حلتها جابت
جابت عايزين جابت الحمد ناخد واحده البنت تانية. هتكلمني انا. البنت خد رقم انا. البنت بتصلي تصلت فربنا ارشدها ليك. شكلها ليا انا. المكالمه الاولى اللي انت عملتها مع الولد اللي هو حبيبته صلت استخاره وربنا فربنا وفقها بغيره دي. بيك. لا يا هي راجل، شافتك في هي طلبت في رقمي. الحلم. ابعت بسرعه. ففي واحده كلمتنا دلوقتي عشان نحل لها مشكله عاطفيه برضو. هو انا اسامه منير. يا حبيبي واسامه بيحل. ماشي. هنتكلم. بس بيشغل الدنيا يقول لها بكل الحب بكل الحنيه. طب انت ادخل- لابسه ايه النهارده؟ على طول ما بياخدش وقت. ما تدخل الدخله دي عليها. ايه دي مدرونه، اسمها مدرونه. اسمها ببرونه؟ مدرونه بقى. مدرونه ماشي. مدرونه هتقول لها اجنبيه مدرونه يعني؟ هتقفل في وشك. اجنبيه ولا مصريه واسمها ببرونه؟ لا مصريه اسمها مدرونه. مدرونه. اوكي. مدرونه. وليد ابو المجد عيب كده معاكي. عيب كده. عيب كده يا قفل. احنا معانا نجم مسرح مصر مصطفى بسيط. ازيك يا بسيط؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. وازيك يا وليد عامل ايه؟ الحمد لله. مدرونه انت بعتلنا. انا الشخص المناسب اللي تكلموني في عيب كده فعلا. ايوه بالظبط يا مدرونه. ليه بتقولي كده؟ انت سامعها صح؟ انا سامع طب مدرونه انت عندك مشكله مع حد معين هتحكي لنا عنها نحلها لك، ولا عندك مشكله في ايه؟ انا عندي مشكله مع الراجل المصري عامه. ايوه. ليه؟ ايوه عامه. ليه؟ هو انت يعني مكلمه ليه؟ برنامج واحدة ليبي؟ واحدة بس واحده بس. لا يعني انا مثلا عايزه الفتره الجايه ارتبط او اتجوز يعني حد خليجي مش مصري. اشمعنى؟ ليه؟ عشان فلوس؟ شفت؟ عشان انت مصري جه في بالك كده. شفت؟ ايه ده؟ امال عشان ايه؟ لا قرب لي كده ساعات قرب لي. يعني بص، الراجل الخليجي فجأة كده تلاقيه ايه، يعني هو بيبقى فرفوش. طب احنا غلطنا معاكي في ايه يا مدرونه؟ المشكلة ان انتوا بتبقوا مهمومين قوي، يعني ده حقيقي. ما بتعرفوش تتبسطوا غصب عننا. ده حقيقي احنا نكد قوي صح؟ ايوه موت. صح مش قلت لك اول حاجه عايز اخدها؟ الستات بقت هي الفرفوشه وانتوا بقيتوا نكد. مالك مفيش. يعني انت مفيش واحد مصري في ال 100 مليون لقى استحسانك؟ هي لقى استحسانك دي نفسها اصلا تقفلها من اي مصر. طب ثواني نعيدها تاني. مش هرد انا هسيب بسيط يعني هو لقى يرد. استحسانك دي مش حلوه في حقنا كلنا. مفيش مصري واحد حسيت انه ينفع يكون هو الراجل بص انت بتاعك؟ عندك مشكله مبدئيا، هي اسمها ايه؟ مدرونه. بص انت عندك مشكله مبدئيا يا مدرونه ان انت ما تعرفتيش لغايه دلوقتي عليا. شفت دي؟ نزل ايموشن بقى ونزل حاجات وتيت لا تيت ما هو قال تيت لي تيت تيت ما بحبش تيت. ايه قولي ما تتكسفيش. طب سؤال انت مين اللي يعني اغلب البنات بتقول لك ايه؟ لا انا مستنيه الساري العربي اللي هيجي ياخدني على حصانه الابيض او ايا كان لون الحصان دي يعني. احلام يا حبيبي. يعني مش انت بتحب الخليجي عشان خاطر مثلا هو فلوس اكتر او حاجه زي كده؟ لا على فكره انا الحمد لله مستواي كويس قوي، يعني هو لو جه انا ممكن اضيف له. هتضيفي له؟ لا استنى بقى علي بقى. لا علي بقى، انت اللي هتضيفي للخليجي؟ هتضيفي له علي ايه؟ لنا بقى. هتضيفي له ايه؟ هتضيفي ايه بالنبي؟ لا يعني بص، الموضوع عندي مش فلوس خالص، يعني هي مشكله ان انت برضو ده تفكيرك عشان انت مصري لا دي مصري ايوه، ما انا مصري وابويا مصري بسماري قولي لنا مشكلتك فين. بص انت لغايه دلوقتي ما خدتيش رقمي، فده ان شاء الله في الفصل هبعت لك الرقم، بس قولي لنا ايه استنى بقى يا وانا جاي استاذ عيب وليد، كده يا استنى يا ابني. استاذ وليد، ما انت معاك الرقم بقالك كتير. طب ما فيش مصري وانا خالص. جاي دوري ايه في الموضوع يعني؟ استنى واحده قولي لنا المشكله ايه، واحده من الاول. المشكله ان انتوا نكد. ماشي احنا نكد، وهتضيفي لنا ايه بقى؟ احنا هتضيفي له. هي قالت هضيف له. هضيف له. لا يعني انا مش قصدي مش واخداه عشان الفلوس، يعني اللي هو انا الحمد لله مش محتاجه الفلوس بتاعت الخليجي دي علشان اخده عشان الفلوس. انت غنيه اصلا. اهم الفلوس. الحمد لله. طب قولي لنا بقى ايه، قولي لنا كده. يعني هتجيب انت قولي الخليجي لنا بقى كده، يعني انت اللي هتجيبي الشبكه والمهر والحاجات دي؟ يعني ممكن اجيب له فيلا وعربيه. الله اكبر. تجيبي للخليجي وفي راجل محترم هيقبل على نفسه ان مراته تجيب له. بص عشان مش عايزين نمسك في وقت، بقول لك ايه، خلافاتنا الشخصيه نخليها بره ايه الهوا. يا عم السيد؟ ده كتب على البت في المكتب. خلافاتنا الشخصيه لينا بيت يلمنا بس غير. طب بص احنا هنقول لك حاجه مهمه جدا، احنا ما بنقبلش ان الست هي اللي تصرف.
احنا كرجاله مصريين اصله مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه الست تصرف مفيش دي، احنا يا- نصرف حتى لو مش معانا. بالظبط، بس ونستلف نصرف كده ونبقى ونتداين رجالة. ونتحبس. ونتحبس ونبقى اللي هم بيقولوا عليهم ايه، راغبات ولا بيقولوا عليهم ايه؟ راهبات ولا راغمون. ايه، غارمون. راغمون. نبقى غارمون بس مبسوطون. انا غيارم وهو غيارم. ايوه بالظبط. فاحنا لا نقبل شفتي؟ بهذه السياسات. لسه عندنا افيه بندور عليه. لا بصوا دي مشكلتكم برضو كمصريين، بصوا يا دي كمصري. هو انت منين طيب واحنا بص يا- انت ممكن تعمل من غير ما تتكلم. صح انت عندك. طب احنا هنثبت لك دلوقتي. بص يا مدرونه، احنا ما نقبلش يا مدرونه ان احنا نبقى مدرونه، صح مدرونه صح. مدرونة بس. احنا ما نقبلش يا مدرونه ان احنا نبقى كده. عايز اقول لمدرونه حاجه، احنا مفيش راجل في الدنيا هيقبل على نفسه ان هو ست تجيب له كل الحاجات دي. قول اني ما همك يا برودك ودمك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واسهر. قول ما همك يا برودك ودمك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واسهر. يا لا 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 يا لا 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 لا